اتعرفت على راجل غني قوي، وهسيب جوزي وهروح اتجوزه علشان جوزي بقت ظروفه وحشة قوي. ظروفه المادية بقت وحشة قوي، ما بقاش قادر يصرف عليا انا وبناتي. فانا هسيب جوزي وهروح اتجوز الغني ده. انا حقيقي مش عارفة ابتدي القصة ازاي، يعني مش عارفة، بس انا هقولها ورزقي ورزقكم على الله. بتقولي انا بقالي 8 سنين متجوزة، وجوزي ظروفه على قده خالص، ومصروف البيت بيكفينا بالعافية وكمان ما بيكفيناش، ومعانا بنتين وناقصنا اشياء كتير قوي. وانا بتعب جدا علشان اوفر في فلوس البيت، وساعات ما بقدرش اوفر علشان متطلبات الحياة والحاجات بقت غالية جدا. انا شخصية مهتزة جدا وضعيفة، بس هو ابن ناس وبيحبني جدا جدا. انا حلوة، وكمان اتعرفت على رجل اعمال عنده فلوس كتير قوي، وقابل ياخدني ويتجوزني انا وبناتي ويخلصني من كل الديون اللي عليا. بجد انا حابة اغير حياتي، بس خايفة من نظرة المجتمع، والحياة صعبة جدا، وانا مش عارفة اعمل ايه. تعملي ايه في ايه؟ يعني ايه هو علشان جوزك خلاص ما بقاش معاه فلوس هنروح نشوف واحد تاني؟ ايه يا جماعة، في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني هو عشان الفلوس تضحي بجوزك ابن الناس المحترم اللي بيحبك ابو بناتك؟ طب ما ممكن الراجل اللي تتجوزيه بعد كده ياخدك ويرميكي، وزي ما انتي رميتي جوزك هو برضو ياخدك يرميكي. نصيحة مني اتقي الله واوعي، اه وادعي ان ربنا يسترها معاكي ويسترها على بناتك ويسترها على جوزك ويفرجها عليكم، وما تسيبيش جوزك علشان هو فقير. بالعكس، انت ممكن انت لو فيكي صحة تروحي تشتغلي معاه، وما تبقيش ست ظالمة. حرام كده. ليه تفتري على الراجل كده وهو انت بتقولي بيحبني وشاريني وابن ناس؟ معنى ان ظروفه وحشة شوية نسيبه ونروح غيره؟ نرميه ونروح لغيره؟ طب ليه ما نقف معاه؟ ربنا يصلح لكم حالكم ويصلح لنا حالنا.